متخيلين ان انتوا ممكن تعملوا رولات فراخ في البيت بمنتهى السهولة، معمولة بربع كيلو فراخ بس بطريقة صحية، وتنفع كمان للأطفال والسندوتشات وللعزومات. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنحتاج ربع كيلو فراخ، استخدمت هنا صدر فرخة وضفت عليهم بيضة ومعلقتين كبار من النشا، دول مهمين جدا. وهنضرب كل المكونات دي كويس جدا في الكبة لحد ما يتحول معانا معجون كده فراخ بالشكل ده. هنضيف بقى التوابل، نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، ونص معلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة كبيرة من البقسماط الناعم، لو كمان حار هيبقى طعمه حلو جدا، ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون. وهنخلط المكونات كويس جدا كده بإيدينا. ده كده شكل الفراخ بعد ما عملناها. هنبدأ بقى ان احنا نشكلها. هنجيب بعد كده ستريتش ونبدأ ان احنا نفرد الفراخ بالطول. انا قسمت الكمية على نصين وقفلت الستريتش كويس جدا، وهنبدأ ان احنا نلفها رول كده بالطريقة دي. وبعد كده هنعمل عقدتين كده من الناحيتين نقفلهم كويس جدا بالشكل ده. وعملت الكمية كلها بالطريقة دي. بعد كده جبت فويل ولفيت فيه كل رول بالشكل ده، وبرضو قفلته من الناحيتين كويس جدا بحيث ان هو ما يخشش فيه اي هواء، او لما نيجي نحطه في المية ما يخشش فيه اي مية. ده كده شكلها. هنجيب بعد كده حلة هنضيف فيها الرولات، وهنضيف عليهم مية سخنة مغلية، دي بتسرع معايا عملية التسوية. هنرفعهم بعد كده على نار متوسطة لمدة 35 دقيقة. اهم حاجة نفضل نقلب فيهم كده كل شوية عشان تستوي 100%. هنسيبها تبرد خالص ونبدأ ان احنا نفكها بالطريقة دي. في الخطوة دي ممكن نحتفظ بيها كده في الفريزر ونشيلها وقت التسوية. ريحتها طبعا تحفة. الوصفة دي تنفع للرحلات والسندوتشات وكمان للمدارس، يعني تحفة بجد الوصفة دي. بدأت ان انا ادهنها بالباربيكيو، دي بتدي لون حلو وطعم حلو وتدخينة كده للفراخ، والخطوة دي بتفرق جدا في الطعم. بعد كده في طاسة عليها معلقتين زيت هنحطهم الفراخ، وبعد كده هنبدأ ان احنا نشوحهم بالشكل ده. اول ما ياخدوا اللون ده نرفعهم من على النار، هنسيبهم يبردوا خالص ونبدأ ان احنا نقطعهم شرايح رفيعة كده بالشكل ده. من جمال طعمها الوصفة دي بجد مش هتصدقوا ان انتوا عاملينها في البيت، طعمها تحفة كأنكوا شاريين اللانشون جاهز مثلا. وكمان الفراخ مستوية 100%، وانتوا بتقطعوها كمان مش هتفتفت منكم والكلام ده. بس كده كده تكون الوصفة خلصت، ولو عجبتكم الوصفة قولي رأيكم.